تاني، وهو في طبقه واحده بس من الازاز. لكن زوجي طمني قال لي ما تقلقيش، شغليه عادي مش هيجرى حاجه. واصلا موضوع الازاز ده على فكره مش اول مره يحصل لي دي، يعني لو انا هغيره تاني اهو هتبقى رابع مره ولا حاجه. فالحمد لله يعني انا متعوده على كده. حته ان الناس ساعات بتقول ايه جه عليه نقطه ميه، هو وارد انه يتكسر، بس ولا مره اتكسر مني بسبب ان نقطه ميه جت عليه وهو سخن. دايما بيحصل له انفجار كده منه لنفسه، بس بكون فاتحاه قبليه يعني، بكون شغلته في يومها، فاهمين ازاي؟ لكن ما جبتش عليه ميه، واحيانا بجيب عليه ميه غصب عني وهو سخن ما بيجرالهوش حاجه. فهو سبحان الله بقى، هي بتبقى يعني قدرا يعني، الحمد لله. المهم بقى صبيت الصوص كده، وانا كنت حاطه فيه رشه كده من البقدونس او الكزبره او الشبت ايا كان، يعني حاجه كده تدي خضار تكسر اللون بتاع الصوص شويه. ونزلت كده بطبق من الجبنه الموتزاريلا، مش كتير بس كده. دخليه الفرن يا دوب الجبنه تسيح، تديكي لون حلو، لون بسيط يعني، ما تخليهاش بقى واخده لون زي الرز المعمر او المكرونه بشاميل مثلا. وحطيت لها رشه خضره من على الوش، كان طعمها رائع 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 بصراحه. ما خدتش وقت ابدا، يعني تقريبا ربع ساعه وكنت طلعتها. بس خلاص، هي تبان ان هي متماسكه لكن هي من جوه كريمه بجد. وكل قطمه في الصينيه طعمها جمبري، خطيره. يا رب تجربوها وتعجبكم. اعملوها باي حجم جمبري على فكره، مش شرط ابدا يبقى حجم كبير ولا تكلفي نفسك، اهم حاجه يبقى الجمبري بقشره. انا زمان كنت بستسهل واجيب الجمبري المتقشر جاهز من السوبر ماركت، بس انا ما كنتش عارفه ان انا بفقد اهم جزء في الجمبري وهو القشر بتاعه، لان فعلا يعني بيدي فرق في الطعم تحفه. المهم بقى صبينا عصير البرتقال بتاعنا بالجزر وسفرتنا بقت جاهزه. وعايزه اوريكم القوام بتاعها من جوه عامل ازاي، خطيره. طبعا الاذان ما كانش لسه اذن، ما كنتش عارفه اروح بالمعلقه دي فين بس حبيت اوريها لكم. وفي الاخر